لو بصينا كده في الحالات اللي هعرضها قدامكم دلوقتي، كاب فيردي دايما بتحاول تلعب ضغط عالي على اللي معاه الكوره، ده معناه ان احنا هنحتاج ان احنا نلعب بطريقه معينه هقولها لكم دلوقتي في اخر الفيديو. بدايه الحالات معانا دي كوره مع منتخب موزمبيق في الناحيه اليمين بتاعت منتخب موزمبيق، ضغطوا عليه لعيبه كاب فيردي، خدوها منه شوط على طول. وهتشوفوا هتلاقوا الحالات دي بتتكرر، انا هعرض لكم الصور ورا بعضيها. الكرة ناحية الشمال مع منتخب موزمبيق، ضغط عالي، الكرة راحت ناحية نص الملعب، هوب ضغط، هوب اتقطعت كاب فيردي مع الكرة. نفس الفكرة الكرة مع خط الدفاع في منتخب موزمبيق، ضغط عالي ضغط عالي، موزمبيق مش قادرة تطلع بالكرة، اتقطعت الكرة وراحت لكاب فيردي. كرة تانية، كل ده في أول ربع ساعة. الكرة مع منتخب موزمبيق ناحية الشمال، بيحاول يطلع بالكرة مش قادر يطلع، بيلعب الكرة لزميله اللي جنبه، اتقطعت منه الكرة، راحت هجمة لمنتخب كاب فيردي. نفس الموضوع الكرة ناحية خط ال 18 بتاع منتخب موزمبيق، بيحاولوا يطلعوا بالكرة، بيحاولوا يلعبوا الكرة مع منتخب موزمبيق، بيطلع بالكرة ما قدرش يلعبها لزميله، لعبها مخنوقة، اتقطعت منه، راحت بقت الكرة مع كاب فيردي. 4 لاعبين من كاب فيردي على لاعب كان معاه الكرة قطعها منه. ده بقى التسديد اللي بنقول عليه برضه عشان ناخده بالمرة في وسط الحلقات. دي الكرة دي فاول، الكرة دي جت في العارضة، الكرة دي جت في العارضة، دي الكرة دي فاول. التسديد بالاخص اللاعب رقم 21 بيبي ده تسديد رهيب عنده، فاول. الكرة دي خطأ من الجون، والكرة دي كان ممكن يمسكها الجون، بس الكرة دي دخل الجون. ليه؟ لأن اللعيبة واخدة حرية في التسديد، واخدة حرية في اللعب، مفيش في إبداع، خلينا نقول في إبداع، واللعيبة بتفكر وبتنفذ بطريقة كويسة جدا. الكرة اللي بعدها الشوط الثاني برضو منتخب كاب فيردي، هل عشان كان عايز يتقدم؟ ما هو كسبان 1-0. الكرة مع منتخب موزمبيق، اللاعب بيضغط عليه، كاب فيردي ضغط، كرة اتلعبت لزميله على حدود خط ال 18، ضغط عليه، الكرة دي راحت منتخب كاب فيردي برضو في الشوط الثاني، تسديد مسافة تلتين ملعب، تسديد صاروخي، جول. هل الموضوع ده ليه علاقة بس بمنتخب موزمبيق عشان المنتخب ده ضعيف؟ لا، منتخب كاب فيردي لما كان بيلاعب منتخب غانا جاب جون من ضغط عالي، دي اللي صورته عارضها قدامكم دلوقتي. كرة اتشاطت برضو ضغط عالي وتسديد، ضغط عالي، اتقطعت الكورة، اتسددت من بيبي، رجعت حطها اللاعب في الجول. خلاص في الدقيقة 89 بيحضر، ولاعيبة منتخب غانا لعيبة عالية، مش هنقول ان هم زي منتخب موزمبيق لعيبة قليلة او الكلام ده كله، لعيبة عالية، تعرف تطلع بالكورة، تعرف تباص، تعرف ترقص، تعرف تاخد فاول، في خبرات. بيطلع بالكورة 2 لعيبة في وسط 3 لعيبة من منتخب غانا، الكورة بتتلعب، بيقطعوها، بتروح هجمة، الكورة دي بتتشاط وبيصدها الجون في الدقيقة 89. الكورة ناحية اليمين بتتلعب، بيلعبها لاعب منتخب غانا للمدافع، المدافع بيتلخفن، لعيب كاب فيردي ضاغط عليه، الحارس دخل عليهم وقعوا، الكرة راحت للجناح اليمين بتاع منتخب كاب فيردي، حط جون. احنا بنلعب دايما تحضير وبناء لعب وكرة على الارض، ده في العادي، مش اللي بيعمله فيتوريا خالص، ده اللعيبه بتاعتنا ستايل حجازي، ستايل عبد المنعم، لعيبه كويره بتلعب كرة على الارض. لما كنا انا بلعب كرة والكرة معايا اهي، بلاقي الكرة مثلا مع حجازي، بلاقي اللعيب بيبي راح ضاغط، بلاقي الجناح راح ضاغط، اصبح حجازي لوحده. لو رجع يرجعها للشناوي هتلاقي برضو اللعيب ده ضاغط، برضو نفس الموضوع. المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ المطلوب مني لما اكون انا في الحاله الدفاعيه ان انا اللعيبه تضيق المساحه كده اهو، كل اللعيبه تضيق المساحه، حتى لو لعيبه منتخب كاب فيردي ضغطت ما يقدروش يعملوا تسديد او يقدروا يعملوا اي حاجه، بالذات الجزء اللي قدام ال 18 ده اعمل فيه زحمه. طب انا في الحاله الهجوميه وببدا كوره، دايما احاول ان انا اطلع بالكوره على الباك او على الجناح، يعني يطلع بالكوره على الباك هنا، الكوره تتلعب من المساك للباك هنا عشان تبقى بعيد عن ال 18، لاي ضغط عالي يحصل، اي خطأ يحصل، تبقى الكوره بعيده عن ال 18،
متطرفه، ما يحصلش اي نوع من التسديد، لان زي ما قلت لكم الفريق ده بيسدد تسديدات رهيبه. نفس الموضوع برضو يعني وانا بلعب وانا الكوره مثلا مع عبد المنعم، بلاش عبد المنعم فزلكه في الماتش ده بعد اذنك، الكوره معايا هنا مع عبد المنعم على عدله رجلك يا عبد المنعم، وحط هنا، حط كوره طوليه في خلف اللعيبه اللي بتضغط دي، انت هتبقى ضربت 4 5 لعيبه ورايح باللاعب مثلا مصطفى فتحي وليكن زيزو وليكن ايا كان، رايح بالكوره على الجون. الفريق ده مش محتاج ان انت تلعبه بتراخي، انت كده كده محتاج تكسب، انت محتاج ان انت تروح على الجون وتسدد. الحارس بتاعهم دايما عنده مشاكل في الطلوع بالكرة، بيحاول دايما يرقص لو حد ضغط عليه. فاتمنى الماتش ده، اتمنى ان انا ابدا نتكلم على التشكيل، ويا ريت يا فيتوريا بلاش فزلكه، يا ريت يا فيتوريا يعني العب باللعيبه كل واحد على عدلته، احنا خلاص ما قدامناش فرصه تاني ان احنا نضيع نقط، نضيع اهداف. يا فيتوريا العب بالمضمون بعد اذنك. انا في الماتش ده مش عايز اشوف حجازي، مش عايز اشوف محمد هاني، مش عايز اشوف محمد النني، في لعيبه كتير مش محتاج اشوفها في الملعب. انا في الماتش ده هلعب في الباك اليمين عمر كمال عبد الواحد طبعا، المساك اللي جنبه ياسر، وما زلت عند رايي ياسر مش حجازي ومش علي جبر، عشان ما تحطليش علي جبر في ال 18 وتطلع ياسر بره. منعم ولازم يفوق، لازم يتنبأ على منعم ان انت لما تيجي تطلع بالكوره بلاش فزلكه ولا ترقيص كتير. هلعب في الباك الشمال باحمد فتوح، وهلعب بنص الملعب مروان عطيه اللي انت مطلعه بره دايما ومخليه دايما على الدكه. مروان عطيه هيفيدك، مروان عطيه هيديلك بعد في الطلوع بالكوره وهيديك التحامات قويه، مش النني اللي كان في الدقيقه الاولى مش قادر يجري، مش قادر يمسك اللاعب اللي بيجري من منتخب غانا. في فرق سرعات، فرق لياقه، في فرق لياقه كبيره، فاحنا لازم نلعب على المضمون. قلنا مروان عطيه، هلعب جنبه هنا بزيزو، وهلعب جنبه هنا بامام عاشور. مفيش حل غير كده، مفيش حل غير كده، انت لازم تكسب. في قدام هنا انا في رايي ان الماتش ده مش محتاج مصطفى محمد، محتاج كهربا. الماتش ده انت هتلعب فيه اكتر على الضغط على فريق منتخب كاب فيردي في الدفاع في الكرات المتحركه. هلعب في الجناح الشمال بتريزيجيه، وهلعب في الجناح اليمين بمصطفى فتحي. ده التشكيل من وجهه نظري. اتمنى ما يبقاش في فزلكه كتيره في التشكيل. في الختام النصر لينا، سلام.